يأتي السؤال الذي يليه وهو السؤال رقم 69، وهو مع ما قولكم بأن الله عز وجل وصف عيسى بأنه روح الله أو أنه روح منه، فما قولكم في ذلك؟ ألا يدل على أنه روح الله يعني هو الله؟ فنقول معنى روح الله أي روح خلقها الله، كما ورد ذلك في الطبري الجزء السابع صفحة 49. فإذا هو مخلوق بروح من الله، وكلنا روح من الله. أنا روح من الله لأن الله عز وجل هو الذي أعطاني هذه الروح. لكن كما قلنا الإضافة هنا للتشريف والتمييز، فإضافة الروح لله إضافة تشريف. كما نقول ناقة الله وسقياها، ناقة صالح قال ناقة الله. ليه؟ طب ما هو كل ناقة على وجه الأرض خلقها الله، وكل ما في الكون هو لله عز وجل. لكن اشمعنى أن ناقة الله بالذات على الناقة دي؟ ناقة الله بالذات هنا علشان تشريف هذه الناقة اللي كان لها خصوصية معينة. وكذلك قال وطهر بيتي للطائفين، بيتي للطائفين يعني بيت الله، بيت الله الحرام. هو بيت الله هذا هل هو فقط هذا هو بيت الله أما الأرض كلها لله عز وجل؟ لا، لكن إضافة تشريف. كذلك عينا يشرب بها عباد الله، عباد الله عز وجل، نضيف العباد لله، فهذا أيضا بإضافة تشريف، وليس هذه إضافة تبعيد يعني مش جزء من الله. فيقول ابن تيمية رحمة الله عليه يقول والمضاف إلى الله إن كان صفة لم تقم بمخلوق كالعلم والقدرة والكلام والحياة كان صفة له، وإن كان عينا قائمة بنفسها، لو ما كانش صفة بقى عين قائمة بنفسها أو صفة لغيره كالبيت والناقة والعبد والروح كان مخلوقا مملوكا مضافا إلى خالقه ومالكه. ولكن طب ليه اشمعنى هو اللي اتقال عليه عبد الله؟ فقال ايه بقى؟ ولكن الإضافة تقتضي اختصاص المضاف بصفات تميز بها عن غيره. الإضافة هنا بتبين ان ده متميز شوية، ليه تميز؟ وطبعا سيدنا عيسى متميز لأنه في ميلاده متميز، ولد بغير أب وله تميزات أخرى، فإذا في تميز طبعا. خلاص، فإذا كما يقول شيخ الإسلام نكمل كلامه اختصاص المضاف بصفات تميز بها عن غيره حتى استحق هذه الإضافة، كما اختصت الكعبة والناقة والعباد الصالحون بأن يقال فيهم بيت الله وناقة الله وعباد الله. كذلك اختصت الروح المصطفاة بأن يقال لها روح الله، بخلاف الأرواح الخبيثة كأرواح الشياطين والكفار، فإنها مخلوقة لله ولا تضاف إليه إضافة الأرواح المقدسة. يعني أرواح الشياطين هي مخلوقة لله أيضا، ولكن لا نضيفها إلى الله لأن الإضافة هنا تقتضي إيه؟ تشريف. لكن الأرواح المقدسة زي أرواح الأنبياء وأرواح الملائكة فهذه تضاف لله سبحانه وتعالى. هذا الكلام في الجواب الصحيح الجزء الثالث صفحة 249. ويقول أيضا ابن كثير في تفسيره في الجزء الأول صفحة 899 يقول روح منه كقوله وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. يبقى كل اللي في السماوات وكل اللي في الأرض من الله. يبقى لما أقول روح من الله، طب ما كل حاجة من الله، تمام؟ فيقول فقال ابن كثير إيه؟ بيقول إن روح منه هي نفسها بالظبط زي ما بتقول إيه؟ وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. خلاص؟ ثم يقول أي من خلقه ومن عنده، وليست للتبعيض كما تقوله النصارى بل هي لابتداء الغاية. شوفوا ابن كثير، يعني حتى ابن كثير فطن لهذا الافتراء من النصارى، فيقول روح منه كقوله وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه أي من خلقه ومن عنده، وليست للتبعيض أي منه يعني من عنده سبحانه وتعالى. طيب، وقال الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير الجزء الرابع صفحة 52 ومعنى كون عيسى روحا من الله أن روحه من الأرواح التي هي عناصر الحياة لكنها نسبت إلى الله
لأنها وصلت إلى مريم بدون تكون في نطفة، فبهذا امتاز عن بقية الأرواح. ده معنى روح منه، ونقلنا ذلك عن أئمة المفسرين، ما بنجيبش كلام من عندنا.